ده الجزء التاني والأخير من المسلسل، فلو لسه ما شفتوش الجزء الأول هتلاقوا اللينك بتاعه في أول كومنت، شوفوه الأول علشان تكونوا فاهمين الأحداث أكتر. ويلا بينا بقى نبتدي. انتهى الجزء الأول بقتل أبو البطلة لمامتها، فهي لما بتعرف بتروح تهجم عليه في بيته، ناوية بقى تخلص عليه. ولكن ساعتها بتتفاجئ واحنا معاها الصراحة إن فو بيحميه بالجنود بتوعه. وساعتها مش بنفهم دي ازاي يعني، ولكن بنفهم بقى إن باباها ناصح، وقبل ما يقتل مامتها على طول علشان يضمن إن هي ما تهجمش عليه ويأمن على حياته، حرق كتب علمية مهمة كانت اتكتبت عن علوم الغرب. وهو في الحقيقة حرق كتب مزيفة، وأقنع الكل بما فيهم الإمبراطور نفسه إن الكتب العلمية هي اللي اتحرقت، وهو الوحيد اللي قراها ويعرف يعني من تاني يكتبها. فساعتها أمر الإمبراطور جنوده إن هم لازم يحموه. راح المفتري اقترح كمان إن فو هو اللي يبقى القائد بتاعهم علشان يحمي نفسه منه برضه، ويصدّروا يعني في وِش بنته علشان برضه يكسر قلبها. وساعتها فعلًا بتنهار ومش بتسمع كلامه وبتحاول تهجم عليه، فبيبدأوا الجنود يضربوها، فبرضه بتكمّل في طريقها. فساعتها بقى بتصعب عليه هو، وساعتها بقى بياخدها لمكان هادي كده علشان يفهّمها اللي حصل، وإنه أكيد يعني مش بيحمي باباها بإرادته. فبرضه مش بتفكّر، وبتقول له هاقتلك معاه وأخلص منّكم. فوقتها بيوقّفها وبيقول لها تفكّر كويس هو ليه أصَرّ بالذات هو اللي يحميه، أكيد يعني علشان يبوّظ علاقتهم أكتر ما هي بايظة. فالأحسن بقى تكون ذكية ويتحدوا سوا علشان يقضوا عليه. ففعلًا بتقتنع بكلامه شوية، ولكن بتسأله الأول عن علاقته بالمتمرد بيه. فبيقول لها إنه من 7 سنين بعد التمرد على طول كانوا عارفين المسؤولين حجم الثروة اللي قدر يختلسها من ورا الإمبراطور، وعلشان كده كانوا محتاجين يزرعوا جاسوس عنده علشان يعرف لهم إزاي يوصلوا ليها، وما لقوش أنسب منه، اللي طبعًا أبهر المتمرد بقوته، وعلشان كده على طول وثق فيه واتبناه. ولكن بعدها مات فجأة قبل ما يقول له فين الفلوس، وبعدها مات رئيسه كمان، فبقى كده ما فيش دليل إنه كان مجرد جاسوس. فعلشان كده بدأ يدور ورا الابن التاني للمتمرد اللي اتبناه برضه، اللي هو يعني شوان باباها، وكان قدر يوصل خلاص لباباها. وكان طرف الخيط ده هو صاحب البيت اللي قبله اللي جابه يحقق معاه، ولكنه مات، فاحتفظ وقتها بجثته علشان يلبس باباها بدري بدري بجريمته. ولكن هي وقتها بقى كانت مصرة تنقذ عيلتها، فسابها تبرأ باباها وخلاص. فساعتها صدقت كلام مامتها لما قالت لها إن هي هتندم بعد كده على اللي عملته ده. وفعلا كان أهون عليها أهلها كلهم يموتوا مع مامتها بدل ما تخسر مامتها بالطريقة الظالمة دي. فحاول فو يهون عليها إن هي ساعدت مامتها برضه في آخر أيامها تبعد بقى عن باباها وظلمه، وجمعتها بحبيب عمرها يان. ففعلا كلامه ده هون عليها كتير، وعلشان كده بقى سألته لو عرضه ليها عن جوازهم لسه مستمر ولا لأ، فبيقول لها طبعا، وده سؤال يعني. فما بتصدق وبترجع بيت باباها تقوله إن هي ناوية تتجوز فوق بكرة. فساعتها الراجل بيتجنن علشان عرف كده إن هما وش هيتحدوا سوا ضده. واللي اتجننت برضه هي أختها يوشان اللي بقت هتموت من غيظها، وقعدت تترجى مامتها توقف الجوازة دي، فطبعا ما اهتمتش. أما باباها بقى فاهتم الصراحة، وراح بعت علشان كده يجيب عريس تاني لبنته يجي ياخدها النهاردة قبل فو يعني. فالمساعد بتاعه عرفه الكلام ده، وإن العريس اللي جابه شخص مش كويس أبدا، فمش بعيد يقتلها وهي معاه في الطريق. فساعتها بقى قال له يحضر نفسه علشان يروحوا يجيبوها من بيتها اللي كان لسه مولع بسبب يوشان، اللي لما بيحاول أخوها يهون عليها بس إنه هيجوزها أحسن من فو وعادي يعني لما تتخلى عنه بتقوله ما أنت فاشل وطبعا مش حاسس بيا لأن أنت بتتخلى عن كل أحلامك ببساطة. فبيتضايق قوي وبيقرر ياخد لها حقها من هنيان، لأن هي طبعا السبب في دمار أخته كده. في الوقت ده كان وصل فو للبيت فاتخض باباها جدا، وأمر الحراس يحبسوها في أوضتها، وقفل باب بيته ومرضيش يدخل فو. وابنه بقى كان شبهه بالظبط في الشر، راح يحاول يخلص عليها ولكن غبي برضه واتعور هو ومات من الطعنة دي. وبقت هي شايفة كل ده ومصدومة، وتشوف باباها جم انهاروا علشان ابنهم، فاستغل الفرصة فوق وخدها بقى على بيته. وهناك عملوا طقوس الجواز بسرعة، وهي كانت لسه مصدومة برضه من اللي شافته ده، لأن مهما كان أخوها ده كان تنح يعني ومش بيحبها، فهو برضه يفضل أخوها. فقعد يهون عليها فوق إن هي معملتش حاجة وما تحملش نفسها الذنب ده،
وادالها بعد كده رسالة سابتها تشاليها. فلما قريتها لقيت صاحبتها بتودعها وهتسافر خلاص، فراحت علشان تلحقها، ولكن خلاص كانت السفينة اتحركت. فمبقتش عارفة تلاقيها الصراحة منين ولا منين. أما بقى في بيتها فتشو طبعا بتبقى لسه منهارة على موت ابنها، وبتطالب جوزها ياخد حقه، فبيقول لها سيبيني بقى في حالي. فبتحاول تضغط عليه ببنتهم يوشان اللي بتبقى منهارة برضه ومش ناقصاها الصراحة، فبتزعق في وشها وبتمشي. فساعتها بقى بتقوله لو ما اتجوزهاش وخلاها هي سيدة البيت مكان مامة هنيان اللي طلقها هتبهدله وتكشف كل جرايمه، لأن هي عارفة كويس إنه يبقى ابن بيه بالتبني، علشان بعد موت بيه على طول من كام سنة كده كان بيتكلم وهو نايم ففهمت الحكاية. فساعتها بيترعب وفعلا على طول بيتجوزها، وكده بتبقى يوشان بنته الشرعية زيها زي هنيان بالظبط، اللي بتبقى يا عيني لسه مكتئبة جدا، ولكن بتحمل باباها ذنب كل اللي حصل، وعلشان كده بتقرر تدمره أسرع. وبتحكي لفو إن هي اتكلمت مع يان قبل جوازه من مامتها وموتهم يعني، وعرفت وقتها منه إنه كان بيدور ورا باباها كتير وجمع كده حبة أدلة، ولكن مخبيهم في أوضة الأشراف. فقال لها فو إن صعب جدا يدخلها، ولكن هيحاول يعني. فبقى عندها أمل تخلص بقى من باباها، ولكن بعدين شغلتها عمة فو اللي كانت بتدير البيت بتاع عيلة فو يعني، وكانت مرعوبة لا يخلوها تاخد منصبها. فقعدت بقى تحاول تطلع عينها في شغل البيت، وكل مرة بنتنا كانت بتكسفها، ولحد ما جابتها لها كده على بلاطة إن هي مش مهتمة بالبيت ده ومش هتاخد أبدا المنصب بتاعها. فالست المهزأة مش تسكت مثلا، لأ، راحت قالت لها حس كده بقى فو مش فارق لك برضه، فأنا هجيب له محظية. فولا فرق معاها، ولكن هو نفسه بسرعة رفض وقال لعمته ما تتدخلش بينه وبين مراته. طبعا دي عمته اللي مفهمك انك توافقي على بيت العيلة علشان تعيشي معاها. المهم بعدها بياخدها فوق وبيقول لها ان المحظية مياو وصاحبة مامتها وضعها ما بقاش احسن حاجة دلوقتي في القصر، ودي هي كانت ناوية تستخدمها اصلا مع الدليل بتاع يان ضد باباها. فاتصدمت ان هي دلوقتي ضعيفة وملهاش كلمة يعني، وفهمت منه اكتر ان ده بسبب ان ولي العهد سنه صغير ومامته ماتت، فهي بقى عايزة تتبناه. فشكوا فيها الوزراء وقالوا بقى دي عايزة تترقى وتبقى هي الإمبراطورة، فلموا بعض كده علشان يكتبوا عريضة ضدها. وقبل ما يعملوا كده كمان 12 إشاعات عنها إنها ست مش مظبوطة. فساعتها عرفت مين اللي متفقين على مياو وقررت تربيهم. وأول واحد كان المسؤول دينج، وده راجل عجوز جدا، لسه مرات ابنه اللي مات من سنين طويلة واخدة لوحة العفة والطهارة من الإمبراطور هدية، ودي طبعا أعلى مراحل التكريم. وادولها اللوحة دي علشان من بعد موت جوزها من سنين وهي مثال للست الأرملة الوفية لجوزها اللي عايشة في حزن دايم بسبب فراقه. وعلشان اللوحة طبعا بيعملوا احتفال كبير، فطبعا بتروح بنتنا تحضره، وساعتها بتشوف ازاي بنت الست الأرملة متوترة جدا وبتبص على شاب كده بتعرف انه خطيبها اصلا، فمش بتهتم قوي. ولما بتشوف دينج ده قايم بتقوم وراه بسرعة يمكن تسمع حاجة غريبة، ولكن ما سمعتش أي حاجة. وراحت تقول كده لفو، وهم كده بيتكلموا لقوا في وشهم شاب مش معزوم أصلا جاي يقابل حد، وقال إنه دينج في الأول وإنه جاي يسلمه كتاب. فقالوا بس بقى هو ده الدليل، وراحوا سارقينه منه وضاربينه كمان مخلينه يغمى عليه. ووقتها لما بيقروه بيتصدموا لأنه بيكون رسايل حب بين الولد ده وبنت الأرملة، فبيعرفوا كده إن هي بتخون خطيبها اللي هتتجوزه قريب أصلا وبتحب الراجل الغريب ده اللي بيبقى قفشه مين بقى، دينج بذات نفسه. وبيكون عايز يعاقبه علشان جه من غير عزومة، ولكن بيصدموه بقى هما لما بيوروله الرسايل اللي بين الاتنين العصافير، وبيطلبوا منه ساعتها ما يقفش ضد مياو مع باقي الوزراء وهم مش ناويين يفضحوه. فبيقول لهم كان غيركوا أشطر، وبيؤمر على طول بفسخ الخطوبة القديمة وبيقول لحفيدته تتجوز حبيبها وخلاص. فساعتها الاتنين بيتصدموا، فبتستغرب هنيان جدا، ولكن بعدين بتتدخل الأم وبتعترض علشان الولد فقير جدا هو وأهله، فازاي يعني بنتها تعيش معاه. فحماها قال لها فقير فقير أهو أحسن من العار والفضيحة. وراح طارد فوق هنيان اللي ما اقتنعتش أبدا بكل اللي حصل ده.
وعلشان كده رجعت من تاني تراقبهم واكتشفت بقى المصيبة. طلعت اللي مرتبطة بالواد ده وبتكتب له جوابات هي الست الأرملة مامة البنت أصلا، والبنت عادي جدا لسه بتحب خطيبها اللي اتصدم يا عيني منها إنها عايزة تفسخ الخطوبة ومش راضية تعرفه ليه. ووقتها بقى دينج بيطب على مامتها وبيؤمر على طول بقتلها هي وحبيبها. فساعتها بتيجي بنتها تحاول تدافع عنها، وبتتدخل كمان هنيان وبتقوله إن هي ما غلطتش أبدا في حاجة، لأن ابنه مات من سنين طويلة وهي بقى من حقها تتجوز بعده لو حبت عادي. زي كده أما الراجل بيتجوز عادي جدا بعد موت مراته، فلسه هيقول لها تبطل قلة أدب، قامت الست بقى تصوت في وشه وقالت له إن هي كل ده كانت بتمثل ولا زعلانة ولا نيلة، لأنه كان راجل حقير أصلا جوزها ده وبيغير من نجاحها في المجال الأدبي وبيخليها تكتب مقالات ويعمل كأنه هو اللي كاتبها، فحرفيا ولا حتى فاكرة شكله من كتر ما هي مش بتطيقه. وعلشان كده بقى هتكمل حياتها مع اللي اختاروا قلبها حتى ولو أصغر منها. فالراجل سابها كده تخلص كل الكلام ده وراح أمر جنوده بسجنها وحضر تاني يوم عادي جدا لجوازة بنتها من حبيب مامتها. فبقت البنت منهارة، ولكن بتتفاجئ إن خطيبها اللي بتحبه هو اللي جالها البيت علشان يتجوزها. أما بقى مامتها فالجد بيلاقي أوضتها بتولع وجواها هنيان وفوق، وقالوا له ساعتها إن هو يمثل على الناس إن البنت مستحملتش فراق بنتها وإن هي يعني هتتجوز، وكمان قبلها فراق جوزها. فعلشان كده الست خلصت على نفسها. في الأول مرضيش طبعا، ولكنهم أقنعوه إنه كده هيحتفظ باللوحة بتاعة العفة، فوقتها بيوافق يمثل معاهم وبيقول لهم إنه مش عايز يأذي مياو لأنه عارف إن هي كويسة، ولكن اللي عايز يأذيها هو تشي قريب الإمبراطور ومجمع حوالينه الوزراء بالعافية. فساعتها بيعرفوا هدفهم الجاي مين، ولكن الأول بيروحوا يطمنوا على البنت ومامتها وبتلاقيهم كويسين جدا، فبتتخيل كده إن مامتها مكان الست دي وبتفرح إنها عرفت تخليها تعيش أحلامها، ونهايتها كانت أحسن أكيد من نهاية مامتها. وعلشان كده بتقرر تنقذ مياو برضه، وبيروحوا يقابلوا تاني يوم وزير مهم جدا ضد مياو بعد دينج يعني، وهو الوزير ياو، واللي بيقول لهم من الآخر كده إنه عمره ما هيقف معاهم ضد تشي. وبيعرفوا إنه بيعمل كده خوفا على بنته علشان تشي ده متجوزها أصلا، ولسه بيقولوا له هنساعدك بينكر وبيقول إن بنته عايشة بسعادة مع الراجل المجنون ده، ولكن بيجيله من هناك خادم للمرة المليون يقول له إنه بنته بتستنجد بيه يلحقها من المجنون تشي ده. وفعلا بنشوف إنه راجل ملسوع خالص مهووس بمراته اللي ماتت، وعلشان كده بيخلي مراته وبنت ياو تتعامل زيها بالظبط وتشرب كده مشروب غريب كل شوية على أمل إنه يحولها لمراته القديمة. فبتبقى البنت عايشة في معاناة معاه، وللأسف حتى مش بيسمح لهم يدخلوا لبيته، فبيقعدوا كده يفكروا هيقدروا يدخلوا له ازاي ومش بيلاقوا حل. ولكن بقى لين بنت فو بتسمعهم فبتروح تتخانق مع ابن تشي قصد علشان يشتكيها لباباه، وساعتها بقى بيضطر يسمح لهم يروحوا له بيته علشان يعني يهزقهم، وفعلا ده اللي بيحصل. فبيشكروها على ذكائها ده وبيروحوا بقى هناك يعتذروا له من اللي حصل. فوقتها بيبقى هيطين عيشتهم، ولكن بيهدى جدا أول ما بيشوف هنيان اللي بتتصدم من نظراته دي ومش بترتاح أبدا. فعلشان كده بتطلب تشوف مراته الأول، وهناك بتلاقيها بتحاول تخلص على نفسها فبتنقذها بسرعة وبتقول لها إن هي هتخرجها من هنا. فالبنت بتفرح جدا وبتحكي لها إن جوزها ده مهووس بمراته اللي ماتت، وفي عراف قال له إن هي لو شربت مشروب معين كده 10 مرات هتتحول وتبقى زيها. فعرفت إنه نفس النصاب اللي قال عليها شؤم قبل كده، فطمنتها إن هي عندها خطة. فساعتها بتقول لها إن هي شبه جدا مراته الأولى أصلا، فبتفهم هو ليه تنح قوي كده لما شافها، وعلشان كده بتروح تلعب عليه وبتقول له مراتك دي مش بتفهم يا تشي يا حبيبي، دي حاجة حلوة جدا إنك تبقى مخلص لمراتك الأولى، عندك جوزي ده مثلا مش فاكر حتى اسم أختي اللي كانت مراته الأولى. وقعدت بقى تدعي وتقول له ربنا يكتر من أمثالك، فالراجل ما بقاش مصدق نفسه دي بتشكر فيه ولا إيه، وبقت هي تجامله وهو يجاملها وفوق كده في النص ولا أجدعها قرطاس لب. فطهق طبعا منهم وقال لهم يمشوا. فساعتها عملته وحش جدا قصاده، وفهم ساعتها تشي إن هي مش طايقة جوزها وبعت خادم يراقبهم ويعرف عن علاقتهم أكتر. أما هي بقى ففهمت فوق إنها بتعمل كده علشان تغريه ويطلق مراته علشانها، اللي بتبقى أقنعتها تمثل عليه وتعمل نفسها مراته الميتة
وفعلا بتشرب آخر مشروب غريب وبتفوق تقوله يا حبيبي انت اتغيرت كده ليه. فالعبيط بيصدق ان هي مراته وبيتعامل بالأساس ده، ولكنها طبعا مش بتسمح له يقرب لها، فبيرجع تاني يبعد عنها ويجيب بنات للبيت، ولكن بتبقى يعني اترحمت من عذابه ليها. لأ وإيه، كل شوية بتطلع له كده في حتة تخوّفه إن هي رجعت له وهو مش عايزها، فما بقاش الصراحة طايقها، وعرف بعدها إن هنيان جاية تزوره، وإن شكلها كده هتتطلق من جوزها، فقال بس بقى دي فرصتي، وراح لها يقول لها إنه هيتجوزها أول ما تتطلق من فوق، فقعدت تتدلع عليه وتقول له لا لا لا، مش معقولة، طب هنعمل إيه في مراتك دي؟ فعبيط وقال لها هطلقها طبعًا، وفعلًا كتب ورقة طلاقها ووقعها واداها لها وهو مش طايقها. ولكن بعدين لقاها يعني ما اتمسكتش بيه زي زمان وجريت بالورقة، ما صدقت بقى، فحس إن ده حوار ومعمول عليه، فأمر رجالته يوقفوها، ولكن ما قدروش وكانت خلاص وصلت لباباها اللي شكرهم طبعا وقتها ووعدهم إنه هيقف في صف مياو. وهم بقى لما رجعوا البيت اتفاجئوا بتشي جاي يقول لفو طلق يلا مراتك علشان اتجوزها، فخرجت له بنفسها وقالت له ما تخلي عندك دم يا راجل يا كلح، واحد ومراته واتخانقوا وخلاص بقى اتصالحوا انت مالك. فأمر ساعتها رجالته يحوطوهم وقال لهم إنه هيخلص عليهم علشان بس ضحكوا عليه، ولكن بسرعة وقفوا خادم مياو اللي جه بقوة من القصر علشان يجيبوا لها هنيان لأن هي طالبة تشوفها. فساعتها ما بتصدق إن هي بقى إيه أخيرا هتكلمها، وساعتها لما بيوصلها فوق القصر بيلاقيها حاطة نفس الدبوس اللي قتلت بيه قبل كده، فبيستغرب لأنه مش لايق يعني، ولكنها بتقوله إنه بيحميها، وبتروح داخلة لمياو اللي لقيتها إيه فاقدة الأمل في الحياة، وبتقول لها إنها أنقذت حياتها من الوزراء ولكنها مش ضامنة برضه، فبتقول لها هنيان إنها فعلا لازم تقلق وتبطل بقى تعتمد على حب الإمبراطور ليها، لأن ممكن الوزراء يقنعوه إن هي شخصية وحشة وينسى كل الحب اللي بينهم، فالأحسن تدور ورا مين اللي نشر إشاعات عنها في الإمبراطورية كلها إن هي يعني مش كويسة. فبتقول لها إن هي مش ناوية تعمل كده ومش ناوية أصلا تساعدها، فبتتجنن هنيان وبتهددها بالدبوس، ووقتها بيشك فوق إن هي هتعمل كده وبيحاول يدخل يمنعها، ولكن بقى بيمنعوا الحراس، وهي جوه بقى بتبقى مياو مستغرباها لأنها بتقول لها تنده الحرس بسرعة علشان يشوفوها كده، فبتقول لها إن كده عيلتها تتدمر، فولا بتهتم هنيان وبتقول لها إن ده هدفها أصلا تخلص بقى على باباها، فبتفهم كده إنه أذى مامتها، وفعلا بتقول لها إنه خلص عليها بكل قسوة، فبتنهار مياو ومش بتصدق إنها لما أخيرا خلصتها من السجن اللي كانت فيه خلص عليها برضه، فبتقول لها ساعتها إن هي هتساعدها ومش محتاجة تعمل كل ده. فبتخرج بقى لفوق اللي بيبقى متجنن منها لأن بحركتها دي كان ممكن عيلته كمان تموت بسببها، فبتقول له إيه يعني بستغلك زي ما استغلتني قبل كده، فبيتغاظ منها قوي، وبيلاقي بعد كده رئيسه طالبه علشان يقوله إن الإمبراطور أمر بإنه يحقق في مين ورا الإشاعات بتاعت مياو، وعلشان كده بيديله صلاحيات كتير تدخله أي حتة عايزها. فأول حاجة بيروحها طبعا أوضة الأشراف علشان يدور على دليل يان ضد أبو هنيان اللي قالها عليه قبل ما يموت، ومش بس كده بيأمر الإمبراطور برضه بنصيحة من مياو إنه يخلي أبو هنيان يخلص بسرعة الكتب اللي بقاله حبة بيكتبها دي، ولازم يخلصها في خلال 10 أيام بس مش أكتر. فبتجيله بقى تشمت فيه بنته وبتقول لمراته الأحسن يعني تاخدي بنتك وتمشي من هنا لأن بعد ال10 أيام أنا هدمره، وبتمشي فعلا، وباباها بقى بيجري وراها ويترجاها تسامحه، ولكنها بتقوله يفضل في بيته أأمن، مش كان بيستخبى منها فيه يفضل بقى مستخبي. فساعتها بيروح يبعت رسالة لتشي علشان يجيله وبيقوله إنه معرفش يربي بنته كويس وطلعت مش بتحترم حد، وعلشان كده هنته هي وجوزها، ولكنه طالب منه لو يسامحها يعني علشان يقدروا يعيشوا كعيلة سوا، وتعمد وقتها يذكر اسم بنته التانية يوشان. فوقتها لما سمع اسمها تشي اللي أصلا كان بيدور على عروسة قال له بس انت جوزني التانية بما ان هنيان يعني مش راضية تتطلق. فالراجل العرة عمل نفسه مش موافق، وحتى مراته اتجننت انه كده لبس بنتهم لان تشي ده اتجوز في خلال سنة واحدة بس حوالي 4 مرات والستات كلها بتختفي فشكله كده مجنون، ويوشان نفسها ما اقتنعتش بالجوازة، ولكن باباها قعد يمثل انه مش هيضغط عليها علشان تنقذ حياته، فاتأثرت العبيطة ووافقت، وللأسف اللي في دماغه حصل للمرة المليون. وفعلا بعدها بنته بتتجوز تشي، ولما بتعرف هنيان باللي حصل بتزعل عليها ولكن بتبقى متأكدة إن هي مش هتعرف تقنعها تبعد عنه،
فالأحسن بقى تسرع من خطتها ضد باباها وتنقذ الكل من شره. وفعلا علشان كده بتروح تسأل فو لو لقى يعني الدليل بتاع يان، فبيقول لها إنه دور وما لقاش حاجة، وبيبقى بارد معاها جدا علشان يعني موقفها معاه آخر مرة. فلما بتشوفهم كده الخادمة بتاعتها بتقرر توريله قسيمة الطلاق اللي موقعاها هنيان من الأول، وكانت عاملة كده علشان لو اتورطت في أي حاجة تموت لوحدها ولا هو ولا حد من عيلته يتعاقب بسببها. فساعتها بيروح يلحقها وبتبقى في طريقها للقصر، وساعتها بتستغربوا ماله يعني رضي عنها ليه. ولكن بيستغربوا بعدها هما الاتنين لما بيسمعوا الأطفال في الشارع بيتكلموا عن لعنة مياو وإن هي شؤم على القصر الإمبراطوري. وفعلا في الوقت ده بيكون راح مدير التنجيم للإمبراطور يقنعه إنه شاف رؤية بتقول إنه هيموت وابنه هيموت بعده، واللي هتتولى العرش بدلهم ست وهتدمر الإمبراطورية، والست دي طبعا هي مياو، فلازم علشان كده يخلصوا منها. فساعتها بيخمنوا هما كمان الكلام ده، لأن ببساطة مدير التنجيم صاحب تشي الروح بالروح، وبتتمنى بعد كده الإمبراطور ما يصدقش الكلام ده. ولكن فو بيقول لها إن للأسف الستات موقفهم ضعيف جدا قصاد الخرافات. تخيلوا الكلام ده بيتقال يعني من قرون القرون ولحد دلوقتي، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم يعني فعلا لما بيروحوا على القصر بيقابلوها بيلاقوها طلبت تشوف أهلها، وساعتها بيدخلوا معاهم علشان يلاقوها خلصت على نفسها، علشان الصراحة مش هتستنى لما يأمر الإمبراطور حد يعمل فيها أي حاجة. فبتعيط إن حتى مياو ماتت بسبب باباها، لأن ده طبعا كله تخطيط منه مع تشي. وعلشان كده بترجع البيت متجننة وبتجيب الخنجر وبتبقى ناوية تخلص عليه، ولكن بيوقفها فو وبيحرق ورقة الطلاق قصادها وبيقول لها كده أي خطوة هتعملها هتأثر عليه وعلى عيلته، فالأحسن بقى تهدى شوية. فبتطعنه علشان يبعد، وساعتها بتشوفهم لين بنته وبتقعد تعيط وتقول لها تهدى لأن هي بنتها وخايفة عليها. فبتزعق لها وقتها وبتقول لها إن هي مش مامتها ولا خلفتها ولا ربتها، فملهاش علاقة بيها. فبتقعد تعيط لين وبتتمسك بيها أكتر، وكلامها بيفكرها وقتها بكلامها لمامتها زمان، فبتضعف وبتحضنها، بالذات لما بتديلها سلسلة كانت اديتها لها مامتها زمان علشان تديها لها هدية بعد كده. وبعد بقى ما بتهدى كده شوية بتروح تعتذر له وبتعالجه، ولكن بتقوله إن هي هتفضل برضه تطارد باباها للأبد لحد يعني ما تخلص عليه. فبيقولها إن هو هيساعدها في ده، وإنه نفسه تحقق حلمها بقى ويبقى عندها بيت وأسرة بتحبها وبيحبوها. فبتقوله إن كان نفسها الصراحة علاقتها بأهلها تبقى زي علاقته بأهله كده. فبيفاجئها إنه أصلا مش ابنهم، وإنهم أساسا اتبنوه بعد موت أهله في الحرب، ومع إنه مش ابنهم بجد ولكن هي شافت قد إيه بيحبوا بعض، فأكيد هي كمان تقدر تحبهم ويحبوها. وفعلا بتيجي مامته بعدها تطمن عليهم عاملين إيه يعني بعد ما خسروا مياو، فطمنها فوق إنه كويس جدا. ومن تاني يوم فعلا رجع يحقق علشان يلاقي الدليل بتاع يان، فلقاه فين بقى؟ في المصرحة، ولقاه كاتب في ورق كده إنه لازم يحلل جثة أبو شوان علشان فيها دليل ضده. فساعتها بيطلعوا جثته وبيكلمها تيجي، فبتتصدم من المنظر وبتبقى هتلمسه، فبيحذرها ما تلمسش حاجة لأن الجسم مسموم، وبيعرفها إن ده يبقى جسم جدها. وساعتها بنشوف إن من 17 سنة الخادمة بتروح تقول للجدة إن جوزها بيضرب ابنها ومتعصب جدا، فبتروح تشوف في إيه، فبتلاقي جوزها ميت من السم، وبسرعة بتستخبى بعدها علشان ابنها بيجي وبتلاقيه هو اللي قتله وبيعترف بده. ولكن بعدين بيشوف جزء من لبسها، فبيعمل لها أكل تاني يوم من إيديه، فبتخاف تاكل الصراحة، ولكن بتقوله من تحت لتحت كده إن هي هتطيع أوامره في أي حاجة، وحتى هتخليه هو اللي يدير البيت. وفعلا بيبقى كاتب يان إن الجدة بعد موت جوزها قعدت فترة مش بتتعامل طبيعي مع ابنها، وحاول هو وروان يحققوا معاها ولكن كل مرة كانت بتفلت، فبيشكوا كده إنها أكيد تعرف حاجة عن جريمة ابنها. ففعلا علشان كده بتقرر هنيان تروح بنفسها في عيد ميلادها تتكلم يعني معاها، وفعلا بتروح بيت باباها وهناك بتضايقها يوشان علشان يعني بقت أعلى منها مكانة لأنها اتجوزت تشي قريب الإمبراطور. فبتقول لها وهو انتي اتجوزتيه بإرادتك يعني، وبتحاول تحذرها منه، ولكن يوشان بتبقى شايفة كل ده غيرة بنات
مش أكتر، فمش بتسمع كلامها وبتحاول تهينها، ولكن فو بسرعة بيجي علشان يحميها. فساعتها بقى بتطنشهم وبتروح تقابل الجدة وبتقول لها تعترف على ابنها أحسن بدل ما هو يعملها كبش فدا ويسلمها هي ويقول يعني إن هي اللي سممت جوزها. ففعلا الست بتترعب وبتبعت لهم الدليل، واللي بيكون نبات معين ابنها زرعه في البيت، وبالصدفة اكتشفت إن هو مسمم بعد موت جوزها لما مات منه حيوان كده. فعلى طول بيروح فو يقبض عليه وبياخده للمحكمة وبيعرض جثة أبوه على القاضي وكمان النبات المسمم ده. فالراجل بيستنصح كالعادة وبيقول إن مش هو اللي عمل كده، دي مراته تشو. فبيروحوا يقبضوا عليها، فساعتها بتتصدم منه قد إيه وحش، وعلشان يثبت عليها الجريمة بيقول لهم يحققوا مع العراف النصاب. فساعتها بيجيبوا فعلا يسألوه إيه اللي حصل من 17 سنة. فبيقول لهم إن تشو قالت لي وقتها أقول إن الجد مات بسبب ولادة هنيان، فأكيد هي اللي قتلته وحبت تخلص من جريمتها وتخلص من هنيان في نفس الوقت. وتأكيدا على كلامه استدعوا بقى بنتهم يوشان، اللي وقتها افتكرت لما الجد مات قد ايه مامتها فعلا كانت فرحانة، فعلشان كده وقفت مع باباها ضدها وقالت ان هي المجرمة. فباباها قعد يمثل ويقول لها ليه بس كده يا بنتي، اعترفي عليا انا اما مامتك لأ. فبقت الست منهارة، ووقتها بقى بيتدخل فوق وبيقنع القاضي مديره يأجل الحكم علشان يعني يكمل تحقيقات. ولكن شوان ما بيستناش وبيقرر يبيع مراته لعيلة تعذبها، فعلى طول عورت نفسها علشان ما يعرفش يبيعها. فساعتها أمر الحراس ياخدوها يدفنوها بقى أهو يخلص منها. ففعلا كانوا هيعملوا كده لولا اتدخل فو هنيان وأنقذوها. وساعتها وريتها قبر مامتها وحكت لها اللي حصل فيها من باباها، فاتأكدت إنه راجل مش كويس أبدا وملوش عزيز، وقررت تبقى في صفهم ضده. وهنيان بقت مسامحاها على غلطتها فيها زمان، لأنها كانت فاكرة لما تخلص منها هترضيه ويتجوزها هي بدلا من مامتها، ولكنه غدر بيها وفضل مخليها محظية برضه. فعرفت الست إن كل تصرفاتها الشريرة فعلا كانت بسببه هو، وعلشان كده افتكرت دليل مهم جدا ضده، وهو وصل أمانة كده كانوا لقوه بالصدفة في أوضة باباه. فبيعرفوا إن ده دليل ضده باباه كان محضره قبل ما يقتله، فبيطلبوا منها تجيبه. فبتقول لهم هتطلب من الخادمة تاو لأن هي مخلصة تجيبهولها يعني، وفعلا بتسمع كلامها وبتديهولها. فساعتها بياخدوه منها وبيروحوا يدوروا على الشخص اللي ماضي على الوصل، وبيبقى شخص من قرية المفروض إن هي غنية ومعروفة بالتربة الخصبة والمية، ولكن لما بيروحوها بتبقى فقيرة جدا. وساعتها الراجل بيقول لهم إن هم زمان كانوا عايشين أحلى عيشة لحد ما ظهرت لهم كده ست منها لله كانت عايزة تسلفهم فلوس، وقعدت تسلفهم وتعلي فايدة الدين بتاعهم لحد ما خلتها أضعاف الأضعاف، ففقرتهم هم والقرى اللي جنبهم. فعرفوا وقتها إزاي بيه عمل ثروة كبيرة. ولكن بعد كده لاحظوا حاجة أهم، إن الست دي هي تاو الخادمة المخلصة، وإن كمان اسم الشخص اللي بيسلفهم هو نفسه اسمها. فساعتها بيقول لهم الراجل إن هم لما كانوا بيمضوا الاسم وإمضة الشخص ما كانوش مكتوبين. فبتتصدم إن باباها استخدم اسمها علشان يغسل أموال بيه بعيدا عنه. فساعتها فو بيقول لها ازاي يعني، ما انتي بنته ولو اتقبض عليكي هيضيع معاكي. فبتلفت نظره انها دلوقتي متجوزاه وهو ابن بيه بالتبني وباباها عارف ده، فببساطة يقدر يقول اننا الاتنين عاملين عصابة ويطلع هو زي الشعرة من العجينة. وساعتها فعلا بيلاقوا حراس الامبراطور جايين يقبضوا عليهم، فبيخليها تستخبى وبيروح يسلم نفسه. وساعتها طبعا بيعذبوه جامد قوي، ولكنه بيبقى مصمم ان المجرم هو شوان، ومديره بيبقى مصدقه طبعا ولكن بيبقى محتاج دليل ولو واحد بس. فبما انه مش معاه اي دليل براءة لنفسه قرر يبرئها هي على الأقل، وقال له يقارن بين بصمتها وبين البصمة اللي موجودة على وصولات الأمانة، فبيلاقوها مختلفة فعلا. فبيعلنوا بقى براءتها، فبتبقى عايزة تقابله علشان تعرف منه أي تفاصيل تانية تقدر من خلالها يعني تنقذه، ولكن مديره بيرفض. فبتحكي له إن جوزها كان ابن بيه بالتبني فعلا ولكنه كان جاسوس عليه مش أكتر، فبيقول لها لازم يبقى فيه دليل على كلامها ده. فبتبقى محتاجة تشوف جوزها علشان تعرف منه تجيب دليل منين، ولكن
ولكن مش بيرضى برضه مديره يخليها يعني تقابله، فبتروح وقتها على كل بيوت الوزراء اللي ساعدتهم قبل كده علشان يعني تطلب المساعدة، ولكن كله رفض ومحدش أصلا عبرها ورد عليها. فراحت بقى تقابل تشي، ولكن رفضت أختها تخليها تقابله، فحكت لها إن باباهم حاول يقتل مامتها ولكنها حمتها، فبرضه مش بتصدقها ولا بترضى تساعدها. فلسه بقى هتفقد الأمل، لقت ما يجيبهاش إلا ستاتها وبنات عائلات الوزراء جم يساعدوها، وفعلا عرفوا يدخلوها لجوزها تزوره، وهناك لقيته لسه بيتعذب للأسف. فيعيني بتنهار عشانه، وانهارت أكتر لما لقيته مش عايز أصلا يعيش، ومش علشان فقد الأمل مثلا، لأ ده علشان حاجة أهم. هو أصلا اتسمم من 5 سنين لما باباها حاول يقتله وماتت مراته بداله. هو كمان بقى كان اتسمم وقتها ولكن بجزء بسيط، يعني ما قتلهوش ساعتها ولكنه بيدمره بالبطيء. وعلشان كده كان هدفه يتجوز من ست قوية تعرف تحمي عيلته من بعده. فساعتها بتتصدم وبتمشي من عنده متضايقة جدا انه اناني قوي كده. ولما بتشوفها تشو منهارة كده بتروح تجيب لها مرات مديره القديم اللي كان خلاه جاسوس، ووقتها جت بدليل من كتابة جوزها انه بريء عادي، وكان مكتوب انه سايب ادلة كمان في مكتبة الامبراطور نفسه. فحبت تروح تشوفها وطلبت من عريسها القديم يوديها، فقال لها طبعا طبعا، ودخلها من هنا وراح مبلغ عن وجودها على طول. وفعلا لسه كان هيقبض عليها مع الحراس، ولكن طلعوا البنات صحابها ومساعدين فوق يحموها، وعرفوا بقى يهربوها. فراحت وقتها تطلب استئناف الحكم على جوزها، وتحاسب طبعا عريسها على اللي عملوا فيها. وعرفت أخيرا تنقذ فو اللي لسه ما كانش فاق، ولقوا باباها البجح جاي يزورهم، ووقتها جه عرض عليهم إنه هيديلهم دوا السم مقابل إن فو يسلم نفسه إن هو اللي عمل كل المصايب دي وما يعترفش عليه. فقال له يا راجل، وراح تاني يوم مقابله وقال له بقولك إيه، مش عايز الدواء، أنا هموت معاك يا حماية يا حبيبي. وقال له إنه هيعترف عليه. فرجع الراجل بيته مرعوب، لقى تشي جاي يدور على مراته اللي هربت منه. فساعتها بيقول له على تهديد فو وإنه لازم يحميه مقابل إنه يرجع له مراته. وفعلا لما بيدخل البيت بيلاقي بنته مستخبية من جوزها هناك لأنه بيضربها على طول. فبيقول لها يا حبيبتي يا بنتي لازم أهربك طبعا. ثانيتين وبتلاقي رجالة جوزها عرفوا مكانها، فبتجري منهم على باباها، ولكن بيصدمها وبيقول لها إن جوزها وعده هيعملها حلو. فبتعرف إنه تخلى عنها وكل اللي كانت قال عن باباها كان صح، ولكن للأسف عرفت كل ده بعد فوات الأوان. وعلشان كده لما رجعوها بيت جوزها بالغصب قررت بقى تعتمد على نفسها، فبتروح ضرباه وبتجري بحصانها لبره قصره حرة أخيرا. في الوقت ده نفسه كان فو رايح يعترف على شوان عند الإمبراطور فعلا، فبيبعت له تشي ناس يختلوه، فبيبقى متوقع ده وبيجي حراس الإمبراطور بنفسهم يحموه. وبيعرفوا كده إن تشي متورط اللي برضه بيبقى باعت ناس يقتلوا مراته وبنته، فوقتها بيظهروا مساعدينه وبيحموهم. ولكن هنيان بتجري من المجرمين ولكن برضه بيطاردوها ومش بتبقى عارفة تهرب ازاي منهم، لحد ما أختها بتظهر والأول مرة بتمدلها إيديها وبتاخدها تهرب بيها منهم بكل سهولة. وساعتها بتوصلها للقصر، وهناك بتلاقي فو دخل يعترف بكل حاجة للإمبراطور، وجابت شو تشهد على جوزها. فوقتها بتقابل بنتها يوشان اللي بتترجاها تسامحها علشان ظلمتها زمان، فطبعا كأي أم يعني سامحتها عادي. وبعدين بقى بيطلع أمر بالقبض على شوان اللي بيهرب أول ما بيسمع عن اعتراف فو ضده، اللي ببساطة بيقبض عليه وبيتعذب له كده حبة حلوين. ولكنه بعدين بيتفاجئ ببنته جاية بتقوله إن هي هتهربه مقابل إنه يكتب لها السم مكون من إيه علشان تعرف تعالج جوزها، فوعدها إنه هيكتبه. فساعتها بتاخده تخبيه في الممر السري اللي كان في بيتهم زمان، ولكن اتفاجئ وقتها إنه مقفول من الناحيتين، فحاول يشغل دماغه ويهرب ولكنها على طول بتهدده. فبيكتب لها الوصفة وبيبقى مضطر يسمع كلامها ويصدق إن هي هتخرجه بعد فترة من هنا، وبتكون أصلا متفقة مع فو على كل ده، ولكن بيتعب فجأة من السم. فعلى طول بتجيب الدكتورة الإمبراطورية علشان تعالجه، وفعلا بيبدأ يتحسن، ولكن بتعرفهم إن العلاج هياخد وقت برضه لأن السم بقاله فترة حلوة في جسمه، فعادي بيبقوا راضيين. وبعدين بقى بتروح لباباها وبتخرجه فعلا من الممر السري وبتخليه يتحرك براحته في بيته. وساعتها بتجهز له أكل حلوة كمان، وبتسأله سؤال واحد بس محيرني فعلا، هو استفاد إيه من كل ده لما خسر كل حاجة يعتبر، باباه ومامته ومراتاته الاتنين وحتى عياله التلاتة، فبجد يعني حب مين فيهم حتى؟ فقال لها إنه الصراحة كده حب مامتها قوي.
ولكن هي بقى اللي كانت ولية شريرة وما حبتهوش، فساعتها قرفت منه لأنه برضه شايف بعد كل ده إن هو لسه ضحية، وفاجأته إنها جايباله تشو البيت علشان يلعبوا سوا القط والفار، فترعب يا عيني منها علشان وش كده هتقتله وحب يهرب، ولكن بنته قفلت عليه البيت ومشيت، فحاول يستنجد بمامته، ولكن طبعا كانت قرفانة منه وما صدقت بقى هتخلص من شره، وحتى يوشان بنته التانية ساعدت مامتها في إن هي تحاصره، وأخيرا قتلته تشو، ولكن عملوا الموضوع يعني كأن هو بعد ما هرب من السجن مات في بيته بإرادته، ومن بعدها بقى والكل عاش بسعادة، ولكن بقى ناقصهم بس الأرواح اللي خسروها ظلم بسبب باباها، ولكنها تخيلت إن هم بقوا معاهم بيحتفلوا ففرحت قوي بيهم، وأهم حاجة إن فو خف وإن هي برضه انتقمت لمامتها زي ما وعدتها، وبس كده بيخلص المسلسل. بحب قوي أنواع المسلسلات دي اللي هو كل حلقتين مصيبة جديدة وبنعرف ننتصر عليها وبنتأثر والناس بتموت، يعني بحس ان الموضوع واقعي موت، يعني حتى لو كانت النهاية ان فو هيموت كانت هتبقى نهاية مرضية عادي. انا ما بكرهش فو بس فاهميني، فلو تعرفوا حاجات كده مسلسلات شبه الموضوع ده قولولي في الكومنتات.